بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة درس التليفون. احنا عارفين التليفون مهم في حياتنا جامد وليه تأثير في حياتنا جامد، فهناخد جزئية كده من الدرس ونقراها ونشوف. التليفون من المخترعات التي هدى الله الإنسان إليها، ونحن نستفيد من التليفون في شتى المجالات. هنشوف المفردات بتاعت الجزئية ديت. معنى هدى أرشد. معنى هدى أرشد. طيب، المخترعات معناها ايه؟ كلمة المخترعات المبتكرات. المبتكرات الأشياء الحديثة اللي احنا بنعملها بنسميها ايه؟ المبتكرات. شتى معناها مختلف. شتى معناها ايه؟ مختلف. طيب، جمع التليفون طبعا احنا واخدينها وعارفينها. جمع التليفون التليفونات. الإنسان جمعها الأناسي. الأناسي. مفرد المجالات المجال. والمخترعات مفردها المخترع. مضاد هدى ضل. مضاد هدى ضل. يقصر يطول. مضاد يقصر يطول، ومضاد يخفف يزيد. طبعا جزئية بس صغيرة هنشوف النهاردة كمان فوائد التليفون. فوائد التليفون. فوائد التليفون ايه؟ يقصر المسافات ويكسر الحواجز بين الأفراد والجماعات. طبعا أهمية التليفون كبيرة جدا، اللي هو بيأثر لنا المسافات. ممكن نتكلم في كل البلاد البعيدة عننا، أمريكا، فرنسا، السعودية، وممكن كمان اللي احنا أكنهم قاعدين جنبنا وفي الحجرة اللي جنبنا واحنا بنتكلم في التليفون. يكسر الحواجز. يكسر الحواجز بين الأفراد والجماعات. وبيعمل ايه تاني؟ ويوفر الجهد والوقت والمال. بدل ما انا بقى ايه اروح اركب مواصلات واتعب، ممكن بتليفون صغير اطمئن على مين؟ على الاقارب والاهل. وكمان بيعمل ايه؟ يخفف من وقوع كثير من الكوارث. شايفين صورة الايه؟ الطفل دوت كان في حادثة، بس ربنا الحمد لله نجاليه، لان احنا على طول لحقناه واتصلنا بالتليفون. والإسعاف جت شالته. يبقى يخفف من وقوع كثير من الكوارث. طب التليفون في آداب استخدام التليفون. آداب استخدام التليفون. أقدر أتكلم في التليفون في أي وقت؟ لأ. أقدر أتكلم في التليفون على طول؟ لأ. آداب استخدام التليفون. ألا نصرف في استخدامه. معنى نصرف اللي احنا زيادة عن الحد. نقعد اوقات كتيرة نتكلم في التليفون، ما ينفعش. ألا نصرف باستخدامه. عدم إزعاج الآخرين بالاتصال بهم في وقت متأخر من الليل إلا عند الضرورة. أقدر أتكلم حد في منتصف الليل، بعد منتصف الليل، الساعة 1، الساعة 2، الساعة 12. ما ينفعش. ما ينفعش إلا أنا أكلم حد بالليل إلا عند الضرورة. الضرورة معناها اللازمة. معنى الضرورة اللازمة، يعني حاجة ضروري جدا تخليني اتصل بالتليفون. طيب، استخدامات التليفون. استخدامات التليفون ممكن استخدم التليفون في ايه؟ نطمئن على الأقارب وننقذ المريض. نطمئن على الأقارب وننقذ المريض. طيب، أضرار التليفون. هل التليفون ليه أضرار؟ طبعا في أضرار. أضرار كتيرة، بس أهم حاجة في الأضرار التليفون حين نفرط في استخدامه فهو يضيع الوقت والمال. يضيع الوقت والمال. ايه الوقت والمال؟ لو انا قعدت اتكلم في التليفون كتير هيضيع لي وقتي وكمان فلوس. ليه؟ لان التليفون دوت بفلوس وفاتورة. حين نفرط في استخدامه فهو يضيع الوقت والمال. طيب، هنشوف تدريب صغير كده. هنحط علامة صح على الجملة الصحيحة وعلامة خطأ على الجملة الخطأ. التليفون يوفر الجهد والوقت والمال. صح ولا غلط؟ التليفون يوفر الجهد والوقت. صح، برافو. التليفون
يكثر من وقوع كثير من الحوادث التليفون؟ لا، قلنا اللي هو بيقلل الحوادث التليفون يخفف. يمكن يبقى الايه الجملة غلط. تخير الإجابة الصحيحة. مرادف شتى، بعض ولا كل ولا مختلف؟ مختلف، برافو، مختلف. مرادف شتى مختلف. جمع التليفون المجالات والتليفون، جمع التليفون المجالات ولا التليفونات ولا المخترعات؟ سهلة جدا. مفرد المخترعات، المخترعون ولا المحترفون ولا المخترع؟ المخترع، برافو. مضاد يقصر، طول ولا سهل ولا قرب؟ احنا خدناها. قرب. مضاد يقصر المسافات، عكسها ايه؟ طولة. هي دي، مفيش مشكلة. مضاد يقصر، طولة حاجة بنقصرها، عكسها حاجة طويلة، طولة. طيب، درس التليفون خلصناه وسهل. احنا طبعا هنعمل تدريبات عليه كتير ونذاكره ونقراه كتير. يلا، السلام عليكم.